وجل ذكرا صريحا في كتابه الكريم 6 مرات وأكثر من ذلك في تلميح إلى مصر العظيمة. فهذا قول المولى عز وجل في الآية 9 بعد 90 من سورة يوسف، فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وليعلم الجميع أن مصر التي كتب لها الأمان في دخولها لم يكتب لبلد آخر هذا الكتاب إلا المسجد الحرام. فهذا تكريم عظيم لهذا البلد المحمي أولا بأمر المولى عز وجل، ثم بسواعد أبنائها، بسواعد المصريين جميعا. وليعلم كل من يتجرأ على هذا البلد. ومن هنا من المنيل نسوق إليكم رسالات كتبها التاريخ في عظمة هذا البلد، في أقوال أبو موسى الأشعري وكعب الأحبار. وهذا ما قيل في مصر، إن مصر بلد معافاة من الفتن، من أرادها بسوء قسمه الله، وأن مصر خزائن الأرض كلها، ما أرادها أحد بسوء إلا كبه الله على وجهه. عاشت مصرنا الحبيبة، فهذا وطن متفرد. وكم أحب أن أذكر ما ورد في الآية الأولى بعد 50 من سورة الزخرف، عندما افتخر الفرعون الكبير بملكه لهذا البلد العظيم. هذا من دانت له الأرض جميعا، ولكنه لم يذكر إلا مصر فقط، فقال: يا قوم أليس لي ملك مصر. وهذا في اللغة والبلاغة أسلوب حجاجي يسمى سؤالا حجاجيا، أي لا إجابة له، وتفسيره أن مصر تكفيه دون ملك الأرض كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.